خايفة منها أوي. ما تخافيش. والله دي جميله. والله أوي أوي. دي فيها لؤلؤ. لولو. فيها لولي، فيها لؤلؤ، فيها ياقوت، فيها الماظ الماظ وياقوت ولؤلؤ ومرجان. ولما بناكله بيبقى جميل قوي. والله جميلة أوي. انا خايفه. تعالي هنا، ما تخافيش. خايفه من ايه؟ صاحيه صاحيه. دي جميله قوي، طعمها جميله قوي. والله طعمها جميله قوي. ودي هنفتحها انا وبرديس عشان نشوف فيها لولو ولا لا. انا بقالي فتره قاعده على الفيسبوك وعلى التيك توك الاقي صفحه بتظهر لي سلطانه الفسيخ السويسي. سلطانه الفسيخ السويسي. المشكله مش ان هي بتبيع فسيخ ورنجه، المشكله ان هي عندها حاجات انا بعشقها، بروح ادفع قد كده في المطاعم عشان اكلها. اللي هو ايه؟ بلح البحر البلدي. بصوا، بلح البحر البلدي جميل. ده انا جايباه عشان اشيله في الفريزر. تمام. اللي اتربى في بلد سواحليه زي يجي لي هنا. بصوا بقى، شايفين ام الخلول الجامبو؟ بصوا قد ايه. اللي يجيب ام الخلول جامبو قد دي كده اتحداه. مفيش غير سلطانة الفسيخ في السويس هي اللي بتبيع ام الخلول الجامبو دي. بصوا الحجم قد ايه. بصوا بصوا. طب ما تيجي امسك كده يا توتي، تاكلي توتي. الله 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 بجد. الله. بصوا الجمال. بصوا. بصوا الحجم ده. وفي كمان ام الخلول دي. ماشي، حطيهم هنا يا توتي. حطي هنا. ماشي. عايزه اوريكم ده بلح البحر البلدي. تعالوا بقى اوريكم الحاجات دي. الاطباق دي انا جايباها عشان اشيلها في الفريزر. دي تشكيله بقى: طماطم البحر، القشطه، البقلاويز، استرمباء، كل حاجه. دي الاسترمباء ده، الاسترمباء اهو يا بابا. ده استرمباء، ده استرمباء وقشطه واستريديا. ده طبق مشكل، ده مسلوق. كان في القواقع الكبيره دي، كان في القواقع الكبيره دي واتسلق وجاي على التحمير. يا دوبك ان انت تحطيها في خلطه توم بقى وملح وليمون بقى. التحبيشه دي هوريها لكم انا بعملها ازاي، وتحمريها وتاكليها على طول. تمام. وده طبق قشطه اهو. ده طبق قشطه مخلي. بصوا كده، بصوا. طبق قشطه مخلي. طماطم البحر، مش عارفه اني فيها طماطم واني قشطه. بصوا كده، ده كله مسلوق، بيتغسل وبيتحط في الدقه اللي انت عايزاها. شايفين الحاجه جايه لي في بوكس وحاجه كده نظافه ازاي. حبيبتي حبيبه قلبي سلطانه الفسيخ، ربي يسعدك. الحاجه جايه لي تحفه. مش عارفه اني طماطم البحر واني القشطه. دي طماطم، دي عشان لونها احمر. دي طماطم، يبقى الثانيه قشطه. امسكي كده. ودي طماطم. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا مبطرخه. دي مسلوقه يا بنات، دي مسلوقه، دي مسلوقه. بصوا بصوا البطروخ. بصوا الواحده قد ايه. بتجيلك كده من السويس مجمده. ويعني انا الحاجه جايه لي من بدري، عقبال ما لبست بقى وصحيت وخلصت. فايه قلت اعمل. تعالوا بقى اوريكم. انا طلبت منها انت لو عايزاه حجر كده هي بتبعتهولك. انا بقى بعمل ايه؟ بغسل القواقع دي كويس جدا. وبعد ما بغسلها كويس جدا هوريكم بحط جواها الخلطه، بحط جواها الدقه وبدخلها الفرن تستوي جوه الصدفه بتاعتها. يا خرابي بيبقى على جمالها. بصوا صاحيه. بصوا هتدخل دلوقتي. بصوا بصي صاحيه ازاي. بصوا صح. انت خايفه منها؟ خايفه منها. ودي بقى ممكن نلاقي فيها لؤلؤ. يا رب دي نلاقي فيها لؤلؤ. بس دي لما برديس تصحى هنفتحها انا وهي. ولا افتحها انا؟ لا استني برديس. اما برديس تصحى هفتحها انا وهي. الاسعار عندها تحفه. سلطانه الفسيخ في السويس. في ناس بتروح لها السويس وهي بتبعت كل حاجه القاهره وبتبعت محافظات في الموقف. انا جوزي راح استلم لي الحاجات دي من الموقف. انا متابعاكي يا سلطانه الفسيخ وبجد تستاهلي. انا من عشاق الحاجات البحريه دي وبدفع فيها فلوس جدا لاني انا اتربيت في اسماعيليه واتولدت وكبرت فيها. فعايزه اقول لك انا بحب الحاجات دي قوي. يا رب الاقي لؤلؤ هنا. تفتكر هلاقي لؤلؤ؟ كل انواع البحريات السويسي هتلاقوها عند سلطانه الفسيخ.
بجد ست محترمه، وانا مبسوطه ان انا اتعرفت بيها وطلبت من عندها، واقسم بالله انا متابعاها بقالي فتره، وانا اللي دخلت طلبت منها. الحاجه بتاعتها تحفه. انا مدمنه البحريات دي يا جماعه. وانتظروا بقى الطريقه اللي هعملها بيها، وانتظروا لحظه الفتح بتاعه اللؤلؤ انا وبرديس. يعني ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات حلوه قوي بالحاجات دي. عايزه اقول لكم جواها كميه جيلاتين وكولاجين طبيعي للبشره، عشان كده الصينيين واليابانيين وفي بره في شرق اسيا بيهتموا بالحاجات البحريه دي، لانها فعلا بتغذي البشره والجسم، وفيها اوميجا 3 عاليه جدا اكتر من السمك للناس اللي بتستهون بيها. شايفين بقى الاسترمباء في منه انواع كتير وفصايل كتير، اللي عايز بقى ياكل فسيخ زبده، واللي عايز ياكل رنجه، واللي عايز ياكل بطارخ، وجميع انواع البحريات هتلاقوها عند سلطنة السويس. هي من السويس اصلا يا جماعه، هي بنت عمي تعتبر، مش بنت عمي في القرابه طبعا، اتشرف بيها حبيبه قلبي، بنت عمي بقى في البلد. انتوا عارفين خط قناه السويس عباره عن اسماعيليه وبورسعيد والسويس، فاحنا يعتبر خط قناه واحد. بجد حاجاتها تحفه يا بنات.